السلام عليكم خوتي. في هذه الفترة عايشين حراك كبير في عالم الكرة، وين الأخبار الزوالة بين لحظات مؤثرة ونجاحات تفرح القلب. من القصة الحزينة لاعتزال النجم الدولي يوسف المساكني بسبب ظروف نفسية صعبة، إلى عودة منتخب الجزائر لكرة القدم بقوة للساحة العالمية، وإشادة الفيفا بالدور الكبير اللي لعبوه نجوم كما رياض محرز ومحمد أمين عمورة. ومن جهة أخرى نشوف بروز جيل جديد واعد، على رأسهم إبراهيم مازا اللي ولا الفتى الذهبي للكرة الجزائرية، اللي راه يلمع في الدوري الألماني ويؤكد بأن المستقبل راهو في أيادي جد آمنة. وكل هذه تطورات الجاية في إطار مشروع المدرب فلاديمير بيسكوفيتش، اللي راهو يبني منتخب قوي بمزيج بين الخبرة والشباب، من حراسة المرمى حتى للهجوم، ومواضيع كثيرة ومترابطة بين الحزن والطموح والعودة القوية، وتعكس واقع كرة القدم اليوم في منطقتنا، وين كل يوم يجي معه قصة جديدة تستاهل نوقفوا معها. وفي خبر صدام كامل عشاق الكرة في تونس وحتى في العالم العربي، أعلن النجم يوسف المساكني باللي قرر يعتزل كرة القدم بصفة نهائية. قرار ما كان سهل عليه كامل، خاصة وأنه جاء في وقت صعيب بزاف عليه نفسيا بعد ما وفاة الوالدة تاعو ربي يرحمه. والمساكني ما كانش مجرد لاعب عادي، كان واحد من أبرز نجوم منتخب تونس لكرة القدم، والناس كامل تعرفوا بلمسات تاعو السحرية، المراوغة تاعو والطريقة اللي كان يبدع بها فوق الميدان. كان دائما يعطي الأمل للجماهير التونسية، خاصة في المواعيد الكبيرة كما كأس إفريقيا وكأس العالم. بصح وراء هذا اللاعب الكبير كان إنسان عنده مشاعر، وفقدان الوالد كان صدمة كبيرة عليه. العلاقة اللي كانت بينه وبين الوالد تاعو كانت قوية بزاف، وهذا الشيء خلى الحزن يأثر عليه بطريقة كبيرة، حتى ولا ما يقدرش يلقى نفس الشغف اللي كان عنده قبل باش يلعب ويركز. وحسب اللي راه يدور المساكني حاول يلعب تدريجيا للملاعب، بصح الأزمة النفسية كانت أقوى عليه والضغط زاد عليه بزاف، وهنا قرر يوقف كلش ويعتزل باش يحافظ على صحته النفسية قبل أي حاجة أخرى. وقرار كما هذا يوجع، خاصة وأنه مازال قادر يعطي بزاف فوق الميدان. الجماهير التونسية ما سكتتش وكمل وقفوا معاه في هذه الظروف الصعيبة، ورسائل الدعم اللي عمرت مواقع التواصل الاجتماعي، والناس كامل تقول باللي مساكني يبقى ديما واحد من أساطير الكرة التونسية مهما يسرى. وهذه القصة تخلينا نفهموا باللي اللاعب مهما يكون نجم كبير يبقى إنسان يتأثر بالحزن والفقدان، والصحة تاعو النفسية مهمة بزاف. المساكني ماشي غير نهاية مسيرة كروية، بصح بداية مرحلة جديدة في حياته، نتمنى له ربي يعوضه ويعطيه الصبر ويرجع يلقى راحة البال. بعض المرات الإنسان يحتاج يوقف باش يعالج روحه قبل ما يفكر باش يرجع. وبعد غياب دام دورتين كاملتين، رجع المنتخب الجزائري لكرة القدم بقوة للساحة العالمية، ورجع معه الفرحة للملايين من الأنصار اللي كانوا يستناو هذه الفرحة بفارغ الصبر. التأهل هذا ما كان سهل، جاء بعد تعب كبير، ضغط وانتقادات، بصح في الأخير رخضوا قالوا كلمتهم ورجعوا لمكانتهم الطبيعية بين كبار العالم. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ما فوتش الفرصة وسلط الضوء على هذه العودة القوية، ويعتبرها بين القصص الجميلة في التصفيات، خاصة وأن الجزائر قدرت ترجع بعد فترة صعيبة عاشتها الكرة الجزائرية، سواء من ناحية النتائج ولا الاستقرار. ومن بين اللاعبين اللي كان عندهم دور كبير في هذا الإنجاز نلقاو القائد رياض محرز، اللي بالخبرة تاعو الكبيرة وقدرته الفنية كان ديما حاضر في اللحظات الحاسمة. ومحرز ما كانش غير لاعب برك، كان قائد حقيقي داخل وخارج الميدان، ويعرف كيفاش يحمس المجموعة ويوجهها للطريق الصحيح. وكذلك النجم الصاعد محمد عمورة، اللي فاجأ الجميع بالمستوى الكبير تاعو، سواء من السرعة الفعالية قدام المرمى والروح القتالية اللي خلاوه واحد من أبرز الأوراق الرابحة في هذه التشكيلة. وعمورة أعطى إضافة كبيرة للهجوم وبين بدي الجيل الجديد راهو قادم بقوة. وهذا التأهل ماشي غير نتيجة، بس رسالة واضحة باللي الجزائر رجعت بقوة وعندها الإمكانيات باش تنافس كبار المنتخبات في العالم. الجماهير ثاني عندها دور كبير، ودعمهم المتواصل خلى اللاعبين يعطوا كل ما عندهم فوق الميدان.
اليوم ومع إشادة الفيفا الخضر واقفين قدام تحدي جديد. كيفاش يثبتوا بلي العودة هذه ما راهيش غير صدفة، وأنهم قادرين يديروا مشوار كبير في المحفل العالمي ويرفعوا الراية الوطنية عاليا. باختصار، رجوع الجزائر للمونديال هو بداية جديدة ومليئة بالأمل والطموح، والخضر باين عليهم هذه المرة جايين ببنية كبيرة باش يخلوا بصمة. وفي الفترة الأخيرة برز اسم إبراهيم مازا بقوة كبيرة، ولا حديث الشارع الرياضي في الجزائر، خاصة بعد المستويات الرائعة اللي راه يقدم فيها مع باير ليفركوزن. لاعب شاب بس عنده شخصية كبيرة فوق الميدان، وخلى بزاف ناس يشوفوا فيه مستقبل الكرة الجزائرية. مازا اليوم مبقاش مجرد موهبة صاعدة، بل ولا الفتى الذهبي الحقيقي، خاصة بعد ما قفزت قيمته السوقية ووصلت ل 40 مليون يورو، ونفس القيمة اللي وصلها ريان أيت نوري. وبهذا ولا من أغلى اللاعبين في منتخب الجزائر لكرة القدم، ورقم كبير يبين قداش اللاعب راهو يتطور بسرعة ويثبت روحه في المستوى العالي. وفي الدوري الألماني مازال قدر يفرض روحه وبالأداء تاعو القوي، خاصة في المباريات الكبيرة، وين كان دائما يسجل أهداف حاسمة ويصنع الفارق، وعنده مهارات فردية ورؤية في اللعب وبرودة أعصاب قدام المرمى، وهذا كامل خلوه اللاعب يعتمد عليه في أي وقت. والتألق هذا ما فاتش على الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اللي ولا يشوف في مازا واحد من الركائز الأساسية في مشروع المنتخب. بيتكوفيتش راهو يبني فريق جديد في مزيج بين الخبرة والشباب، ومازا دخل في هذا المشروع بقوة. الجماهير الجزائرية تاني علقت آمال كبيرة على هذا اللاعب الشاب، خاصة وأنه يملك كل الإمكانيات باش يكون نجم عالمي في السنوات القادمة، والناس تحب تشوفه يلمع أكثر مع الخضر ويعاون الفريق ويرجع المجد القاري والعالمي. إبراهيم مازا راهو مثال للشاب الطموح اللي خدم على روحه ووصل، والمستقبل باين عليه يكون مشرق له. وإذا واصل بنفس العقلية والمستوى ماشي بعيد نشوفوه من كبار نجوم العالم، ويمكن حتى أسطورة جديدة في تاريخ الكرة الجزائرية. الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش راه يخدم بطريقة واضحة في بناء منتخب قوي، وين يعتمد على مزيج بين اللاعبين اللي عندهم خبرة كبيرة وشباب طالعين بقوة وباغين يفرضوا رواحهم، وهذا التوازن هو اللي يقدر يعطي الخضر القوة والاستقرار في نفس الوقت. وفي حراسة المرمى نشوف الثنائي أنتوني مادريا ولوكا زيدان، زوج حراس عندهم إمكانيات مليحة، وكل واحد فيهم قادر يكون الحارس الأول ويعطي إضافة للفريق. وأما في الدفاع كاين مزيج قوي بين التجربة والشباب بقيادة رامي بسبعيني وعيسى ماندي، اللي عندهم خبرة كبيرة في المنافسات الدولية، ومعهم ريان أيت نوري اللي بمهارة الهجوم، وزاد زين الدين بالعيد اللي راه يبان مدافع صاعد بقوة. وفي وسط الميدان القوة الحقيقية للفريق، وين نشوفوا لاعبين كبار كيما إسماعيل بن ناصر العقل المدبر في الوسط، ومع حسام عوار اللي يقدر يصنع الفارق بلمساته الفنية، وزيد شباب كيما إبراهيم مازا وبالغالي اللي يعطوا حيوية وطاقة كبيرة للفريق. وفي الهجوم القوة ضاربة بقيادة النجم الدولي رياض محرز، ومعاه السرعة والفعالية تاع محمد أمين عمورة، وزاد أمين غويري بمهاراته اللي يقدر يعطي حلول جديدة في الخط الأمامي. التشكيلة هذه تبين بلي بيتكوفيتش راهو باغي يبني فريق متوازن اللي فيه لاعبين مجربين ويعرفوا الضغط، والشباب عندهم الجوع للنجاح. وإذا يلقاو الانسجام ما بيناتهم الخضر يقدروا يديروا مشوار كبير ويرجعوا يفرحوا الشعب الجزائري. وباختصار منتخب الجزائر اليوم راهو في الطريق الصحيح، خليط بين الماضي والمستقبل، والهدف واحد واللي هو الرجوع لقوة ورفع الراية الوطنية في العالم. وتبقى كرة القدم أكثر من مجرد نتائج وألقاب، وهي قصص إنسانية اللي فيها الفرح والحزن، السقوط والرجوع، ومن لحظات الوداع المؤلمة للنجم يوسف المساكني إلى عودة المنتخب الجزائري لكرة القدم بقوة للمحافل العالمية وبروز نجوم جديدة كما إبراهيم مازا. وكل هذا يبين بلي اللعبة ما غاديش توقف، ودائما كاين جيل جديد وجيل يجي، ومع قيادة فلاديمير بيتكوفيتش وبوجود عناصر خبرة وشباب
الأمل كبير باش الخضر يواصلوا الطريق الصحيح ويرفعوا الراية الوطنية عالية. وفي النهاية يبقى الدعم تاع الأنصار هو القوة الحقيقية، وهو اللي يقدر يعطي ويصنع الفارق في أصعب اللحظات. وكرة القدم تتبدل بصح الشغف يبقى، والحكاية مازال فيها فصول جاية تستنى تتكتب. ولا أنا خاوتي قدرتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاع اليوم. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس فضلا وليس أمرا. والملتقى في فيديو جديد من الفيديوهات الرياضية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.